السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، هسألك سؤال ويا ريت يكون ليه إجابة. انت عملت ايه في السنة اللي فاتت، ال 12 شهر 365 يوم؟ ايه الإنجاز اللي انت حققته لنفسك وللمجتمع؟ مش لاقي إجابة، صح؟ طب أنا هوفر عليك وقتك وهقولك انت عملت ايه. فاكر كليب شيماء؟ شيماء 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 حبيبتي يلا. كليب تافه خد مشاهدات كتير على السوشيال ميديا، وللأسف قنوات فضائية كتير فضت نفسها علشان تعرض الكليب ده وتستضيف البطل بتاعه. كليب يصفر، انت اكيد ضيعت وقت كتير عشان تشوفه وتتفرج عليه كذا مرة. ده بقى كليب يصفر اللي انتوا شفتوه، وللأسف 48 مليون مشاهدة. نروح بقى للحدث الأكبر، حسام حبيب وشيرين. قولي للناس ايه الخبر السعيد اللي عندك النهارده؟ خبري السعيد هو ان انا تم بمشيئة رب العالمين كتب كتابي على السيد حسام حبيب لتاني مرة. الله. الموال اللي ما بيخلص اللي احنا كلنا عارفينه. استنى رايح فين؟ محمد عامل النظافة اللي اتطرد من كشري التحرير. مين هيطلع بره عشان اجيب لك العلبه؟ مين ده؟ ليه عشان ما بلاش؟ نروح بقى لأمنية طارق، عروسة كفر الدوار. اسمع يا عايز اقول كلمتين يا بس. انا واثقه في ربنا وفيك انك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ما ندمتش يوم ان انا اخترتك، بل بالعكس كنت انت اعظم واحسن انتصاراتي واختياراتي في حياتي. هطلب منك طلب، انا زي ما هشيل اهلك في عيني تشيل اهلي في عينك، والصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل اهلي، امي ثم امي ثم امي، وطلعوا عشان ما يزعلش برضه. بس كده يا سيدي. ابو الهول بقى دماغه تصدع ويقولك انا كاتم في قلبي وساكت بقالي كتير، وبصراحة كده دماغي صدعت منكم وزهقت، فانا عايز انام شوية. طبعا شايفين ابو الهول وضع غير اللي انتم متعودين عليه. ابو الهول عيونه. نرجع بقى للبني ادم اللي ما كانش ورانا غيره، محمد يطرد من محل كشري التحرير. كثرة النفس والاحراج اللي انا شفته امبارح، ما انا ما اخشش، معلش السنه دي انا اكلم كلامي، ما خلينا ما اخشش انا هنا ويا دوب اوصل لحد هنا، حلو كلام لحد اول محلنا، وليه يقول لي اخرج بره، حتى ما طلبتش العلبه لسه ما طلبتهاش، الناس موجوده لسه ما طلبتش، يقول لي اخرج بره، الناس كلها تبص لي وانا عشان ايوه وعامل كده تمام، انت كده كلامك مظبوط، تصرف فردي ليه طب طلعت الاحراج وكثره النفس؟ لا انا احط ايدي في جيبي واطلع واشتري ومثل له 10 واقف بكرامتي واقف في المحل واشتري في وسط الناس هدومي معفنه، لا انا راجل نظيف وراجل نزيه. بس موال محمد اللي كنا بنصحى وننام عليه وبعد كده نقعد شوية، ايه ده؟ هي امال ماهر فين؟ أين اختفت الفنانة المطربة أمال ماهر؟ مفيش حديث في مصر غير على موضوع أمال ماهر. اتفاق أمال ماهر كلام سخيف وما يدخلش عقل طفل في ثالثة ابتدائي. طب اشرح لنا حضرتك، فهمنا الخطة، اتفضل. وتطلع امال ماهر تطمن جمهورها بعد الهيصة دي كلها. استنى رايح فين؟ ما تستعجلش. انت عايز تقنعني ان انت ما شفتش كليب ست وانا؟ ست وانا ايه ست وانا ست انا قلبي برتقان بسرعة. كليب ست وانا اللي تقريبا كرهنا الكلمة نفسها من كتر ما احنا كنا بنشوفه على السوشيال ميديا وخصوصا على التيك توك. نروح بقى للبنت البايخة، يا دادي انا عايزة المصروف. صباح الخير يا قلب البابي. صباح النور يا بابي. عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن تعيدي لي نفس الكلام اللي انت لسه قايله لي؟ انا بقول لك انا عايزه مصروفي. تمام، وانا زي اي بابي محترم اتفضلي يا حبيبتي 3000 بتوع الاسبوع اهو. ليه 3000 يا بابي؟ انت قلت لي الاسبوع اللي فات ان انت هتزودهم لي عشان هما ما بقوش يكفوني. بعد كده نرجع نرغي في موضوع كشري التحرير تاني. ده عمل النظافة اللي اتطرد النهاردة من مطعم الكشري. زي ما حضراتكم شايفين كده، الفنان أحمد العوضي قرر يكبر بخاطره ويقعدوا مع بعض في مطعم سمك، ياكلوا ويشربوا ويهزروا مع بعض، وتبقى أحلى أكلة سمك فيك يا مصر. بس كده نروح بقى لترند خراب البيوت. الست مش ملزمة كده، الست مش ملزمة أصلا إنها تبات في البيت. والله؟ لا بجد؟ والله العظيم. امال تبات فين حضرتك؟ عند مامتها، ده تبقى ناشز، عند صاحبتها، ده تبقى ناشز لما تخرج من البيت دون اذن زوجها. ده نوع من انواع الترندات اللي للاسف
طلق ستات كتير جدا وخرب بيوت كتير جدا. تحس ان هي خطط متخطط لها ومدروسة واتنفذت بالفعل وجابت نتائج. بعد كده بقى ندخل على ام صوت شتوي. انا صوتي شتوي، خامته شتوية. يعني ايه الكلام ده؟ في اصوات شتوية واصوات صيفية. الاخت دي بتقول ان هي صوتها شتوي، وانا اكتشفت للاسف ان انا صوتي خريفي او ربيعي او ممكن تكون اي حاجة تانية غير الاربع فصول. ها، اقتنعت باكل رجول الفراخ، اكل القطط والكلاب؟ كل يا راجل كل. الرجول بتاعتنا اهي، وانتي بتجيبي ممكن تقولي للراجل حطي لي شويه او بجنيه او ب2 جنيه وتعمليهم للولاد حاجه هيحبوها وهتشجعهم ان هم ياكلوا منابهم من الفراخ كمان جنبها. نقول اللهم صل وسلم. وادي يا سيدي كان ملخص 2022 في الترندات. الميديا السنة اللي فاتت كانت عبارة عن كل الترندات اللي طول الوقت كانت بتفضل ترازينا على السوشيال ميديا، بتفقع مرارتنا. حقيقي شعب هبيت بالفطرة، بيحب الهبد والهري والهيصة والهبد الكتير وقيل وقال والقعدة كده على المصطبة. وانت للأسف قاعد مكانك، ولا بتحاول تفيد نفسك ولا بتحاول تعمل حاجة تفيدك او تفيد المجتمع. خلل في المجتمع ووحل في الطين بكل ما تحمل المعاني من كلمات. والسؤال هنا بقى، امتى هنفوق ونبطل هيافة وتفاهة وهبد كتير وكلام فاضي ملوش اي 30 لازمة؟ الله اعلم. واللي اكتشفت مؤخرا ان الشعب ده محتاج معجزة الهية عشان ينصلح حاله. دمتم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم.